الحلقة رقم 39 من بسمة عمل. الثقافات المختلفة في الشغل مش سبب الخلاف. في شركات أول ما تدخلها تحس الجو فيها شكله غريب، في ناس بتتكلم بصوت عالي وبتضحك كتير، وفي ناس تانية بتشتغل في صمت وهدوء. في مدير بيحب الاجتماعات الطويلة، ومدير تاني بيحب الرسائل المختصرة. دي مش مشاكل، دي ثقافات مختلفة. أحكي لك بقى على تجربة حقيقية. كنت بشتغل مع فريق فيه 3 جنسيات، مصريين زينا واحنا يعني، وهنود وألمان. المصريين انتوا عارفين بقى كانوا بيعتمدوا دايما على المرونة وحل المشاكل على الهوا وقتها، وهتفهموا يعني ايه على الهوا دلوقتي. الهنود بيكتبوا كل حاجة ويوثقوها قبل ما يتحركوا خطوة. الألمان بيعملوا ايه؟ بيخططوا بدقة وبياخدوا وقت طويل في التحضير قبل أي تنفيذ، يعني دايما عندهم وقت كبير في البلاننج. يعني في أول شهر دايما حصلت صدمات. المصريين شايفين الهنود معقدين، والألمان شايفين المصريين متهورين، والهنود شايفين الألمان بطأ جدا. لكن لما بدأنا نشتغل على مشروع واحد واستخدمنا كل طريقة في مكانها، الكيمياء بقى والسحر حصل. المصريين حلوا المشاكل المفاجئة بسرعة، ركز، بسرعة. الهنود ضمنوا ان مفيش حاجة بتضيع بالتوثيق، فوثقوا كل حاجة. الألمان ضمنوا لنا ان الخطة محكمة من الأول، والنتيجة المشروع خلص قبل ميعاده بأسبوع وبدقة عالية. رسالتي ليك النهاردة: الثقافات المختلفة مش سبب الخلاف، هي سبب للتكامل. المفتاح بقى انك تبص لكل اسلوب على انه اضافة مش تهديد. وتوصيتنا النهاردة لما تشتغل مع ناس من خلفيات مختلفة، اسمع قبل ما تحكم. جرب تستفيد من اسلوب كل حد قبل ما ترفضه. اسأل نفسك: ايه اللي ممكن اتعلمه من طريقة فلان؟ القوة مش ان احنا نكون زي بعض، القوة في اختلافنا اللي بنكمل بيه بعض. وسؤال ليك النهاردة: هل عمرك اشتغلت مع فريق متنوع ثقافيا من جنسيات مختلفة يعني؟ وإيه أكتر حاجة اتعلمتها من التجربة دي؟ أشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.